السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار أقرأها على حضراتكم من الفضائية الإريترية، نستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. بدء امتحانات الشهادة المتوسطة اليوم. تطور طب الأسنان في البلاد. بحث التنمية المجتمعية في سلعة وكركبت. بوتين يدعو من فيينا إلى رفع العقوبات الأوروبية عن روسيا. 11 قتيلا بعد انفجار داخل منجم في الصين. والأمم المتحدة تسعى لخفض التلوث. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. بدأت اليوم الأربعاء 6 يونيو امتحانات الشهادة المتوسطة داخل البلاد والخارج للعام الدراسي 2017 و2018. وأوضح مسؤول الامتحانات الوطنية في وزارة التعليم السيد هابتة أسفها أن الامتحانات تجري في 392 مركز للامتحان، بينها مركزي جدة والرياض. ويجلس للامتحانات التي تستمر حتى يوم غد الخميس 7 يونيو 56 ألف طالب من 429 مدرسة، بينهم حوالي 285 طالب من مدرستي الجالية الإريترية في جدة والرياض، و38 طالب من نزلاء سجن سنبل. وأفاد بأن 49% من الطلاب الجالسين للامتحانات هن الطالبات، كما أن عدد الطلاب الممتحنين ارتفع هذا العام بنسبة 12% عن العام الدراسي السابق. يشهد طب الأسنان تطورا ملحوظا مع توسيع وتطوير الخدمات الصحية في البلاد. وأوضحت طبيبة الأسنان في مستشفى أوروتا المرجعي الدكتور ويني أباد أن خدمات طب الأسنان منتشرة في جميع الأقاليم، حيث توجد 6 عيادات للأسنان في الإقليم الأوسط وعيادتين في كل إقليم تقدم كافة خدمات طب الأسنان. وذكرت بأن مدرسة أوروتا للطب العمومي وطب الأسنان تسهم كثيرا لسد القدرات البشرية، وقد تم توظيف 22 شابا مهنيا حاليا في هذه العيادات. وأشارت إلى أن الخدمات الطبية التي تقدم بالتعاون مع الأطباء الأجانب تعمل لتبادل الخبرات ونقل التقنية الحديثة، موضحة بأن التعاون الذي جرى حتى الآن مع الأطباء الأمريكيين والألمان أسهم في هذا المجال. ودعت للدفع بحملات التوعية للعناية بالأسنان وحذر أولياء الأمور من المواد التي تتلف أسنان أبنائهم والعناية بها. وأشارت إلى الأضرار التي تلحقها المواد السكرية التي تباع بذريعة تنظيف وبياض وتقوية الأسنان عامة، والعلك وما شابهها بصفة خاصة. عقدت اجتماعات في مديريتي سلعة وكركبت بإقليم القاش بركة حول تنفيذ برامج التنمية والمشاركة الشعبية. وقدم سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم القاش بركة سيد برهان كفلة توضيحا في الاجتماع الذي عقده في ركب وأقمايت مع ممثلي السكان، توضيحا بشأن البرامج التنموية الجارية في مختلف المناطق. وقال إن جهود تقوية الشباب أكاديميا ومهنيا تعتبر أساس برامج التنمية، وعلى الشباب عامة وشباب المناطق النائية خاصة الاستفادة من هذه الفرص والقيام بدور رائد في برامج التنمية الجارية. وأكد على مواصلة جهود حل نواقص الخدمات الاجتماعية على مراحل، داعيا أولياء الأمور لإرسال أبنائهم إلى المدرسة وتشجيعهم. وأهاب المشاركون لمنح حل لمشكلة المياه أو منح مشكلة المياه الأولوية.
نظم المهرجان الطلابي الثاني في مديرية ملقي والذي يهدف إلى عكس القدرات الأكاديمية للطلاب. وقال مدير مدرسة جاهان الأستاذ أبادوم جبريسوس إن الهدف الأساسي من المهرجان تطبيق الطلاب الدراسة التي تلقوها على أرض الواقع بإضافة ابتكاراتهم وإبداعاتهم فيها وإظهار إمكاناتهم وتبادل التجارب. وأوضح بأن المهرجان ينظم للمرة الثالثة وخلق تأثيرا جيدا في الابتكار والمنافسة بين الطلاب. وأوضح الطلاب من جانبهم بأن عروض الابتكار والتصنيع التي قدموها تعكس الاستعداد لتطبيق العلوم المكتسبة على أرض الواقع، مؤكدين على الفوائد الكبيرة التي جنوها من المهرجان. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، فكونوا معنا. على الصعيد العالمي، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من فيينا إلى رفع العقوبات الأوروبية عن روسيا، وذلك في أول زيارة له إلى الخارج منذ إعادة انتخابه رئيسا في مارس الماضي. كما أن هذه الزيارة هي الأولى له إلى بلد في الاتحاد الأوروبي منذ أغسطس 2017 عندما زار بودابست عاصمة المجر. وتم الاتفاق خلال زيارة بوتين إلى فيينا على تمديد العمل بالاتفاق الغازي بين روسيا والنمسا حتى العام 2040. كما التقى بوتين المستشار النمساوي سيباستيان كورتز الذي دعا إلى الحوار مع روسيا. وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقده في ختام محادثات مع نظيره النمساوي ألكسندر فاندر بيلين إن العقوبات وكل القيود التي تفرض لدوافع سياسية ليست من الأمور الجيدة لتسوية المشاكل السياسية. وردت السلطات الروسية في السنة نفسها على العقوبات الغربية بفرض حظر غذائي على المنتجات القادمة من الدول التي تشارك في العقوبات على روسيا. قتل 11 شخصا وأصيب 9 آخرون بجروح في انفجار داخل منجم للحديد في مقاطعة لياوينغ في شمال شرق الصين بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي. وأوردت قناة CCTV الرسمية إن 25 شخصا لا يزالون عالقين في المنجم الذي تملكه المجموعة الوطنية الصينية للفحم. تابعت القناة أنه تم نقل الجرحى إلى المستشفى، وغالبا ما تشهد الصين حوادث دامية في المناجم. هذا وفي خبر ذات صلة، قتل شخص ولا يزال 6 آخرون في عدد المفقودين إثر انهيار أرضي وقع قرب منجم في شمال المكسيك، ونجم من تصدع سور تجمع خلفه النفايات التي تستخرج من المنجم كما أعلنت السلطات. وقال حاكم الولاية خافير كولار إن فرق الإنقاذ انتشلت جثة القتيل في حين يواصل حوالي 150 مسعفا جهودهم للعثور على المفقودين الستة في منطقة تمتد بطول 12 كيلومترا. ذكر تقرير للأمم المتحدة بمناسبة يوم البيئة العالمي إن أقل من 10 كمية البلاستيك المصنوع يجري تدويرها، وأن على الحكومات التفكير في حظر أو فرض ضريبة على الأكياس أو عبوات الطعام التي تستخدم مرة واحدة من أجل الحد من التلوث. ووصفت هذه الدراسة بأنها أشمل مراجعة للإجراءات الحكومية من أجل الحد من انتشار المواد البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة. وقالت إن ما يصل إلى 5 تريليونات من الأكياس البلاستيكية تستخدم في أنحاء العالم سنويا. والصين هي أكبر مصدر لمخلفات العبوات البلاستيكية، وتتقدم على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ومن ضمن التوصيات دعا التقرير لتحسين تصنيف المخلفات وإعادة تدويرها وتوفير حوافز اقتصادية لدعم بدائل للبلاستيك صديقة للبيئة وتثقيف المستهلكين والترويج لمنتجات قابلة لإعادة الاستخدام.
بيعت لوحة لمنظر طبيعي رسمها الفنان الهولندي فينيست فان كوخ بأكثر من 8 ملايين دولار في مزاد بالعاصمة الفرنسية باريس. وتصور لوحة العاملون في شباك الصيد على الكثبان المرسومة عام 1882 مزارعات يصلحن الشباك، واستلهمت اللوحة مناظرها من الريف بمدينة لاهاي بهولندا. وبيعت اللوحة لأمريكي من محبي جمع القطع الأثرية بعد حرب مزايدة حامية انتهت بتجاوز تقديرات ثمن بيع اللوحة التي تراوحت من 3.50 إلى 5.85 مليون دولار. واللوحة هي الأولى لفان كوخ تعرض في مزاد علني بفرنسا منذ أكثر من 20 عاما. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.